عمرك سألت نفسك ليه في شهر رمضان بالذات نزل القرآن الكريم؟ ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بشهر رمضان، وهو الشهر الوحيد اللي ربنا ذكره وعرفه لنا بالقرآن الكريم. تعالوا بينا نتدبر المعنى ده سوا. رمضان هو شهر الصوم، والصوم مش مجرد منع أكل وشرب بس، لا، لما تفكر كده في الصوم وفايدته هتلاقي ان هو فرصة لتدريب النفس وتهذيبها كده عن البعد عن المحلل ليها اللي هو الأكل والشرب، وعن المحرمات كمان. بتعلمك الصبر كده، وانك تكسر الشهوة جواك والملذات وتحاول تبعد عنها على قد ما تقدر. بتتجه كده بقلبك لرب العالمين لتنفيذ أمره، وانت بقلب صافي كده ونية خالصة لوجه الله تعالى. انت بتنفذ الأمر ده عشان ربنا سبحانه وتعالى. فيبتدي قلبك يحصل له ايه؟ يبتدي يصفى ويبقى نقي، يبقى مليان واحدة واحدة بتقوى الله. علشان كده الآية بتقول لك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى الله، شهر التقوى. وتقوى الله دي هتحسها لما تلاقي نفسك بتعمل حاجة غلط وانت صايم وتقول اللهم اني صائم. تفتكر ان انت صايم ومش عايز تكسب سيئة مجرد شتيمة ولا نرفزة، صح؟ هي دي تقوى الله، انك تتقي ربنا سبحانه وتعالى في كل تصرف وكل صغيرة وكبيرة وانت صايم. والقرآن بقى محتاج القلب الصافي النقي ده اللي مليان بتقوى الله علشان تقراه وتستوعبه وتفهمه كويس. فانت متخيل بقى ان أول مرة ينزل القرآن فيها كانت في ليلة من ليالي رمضان. وفي تفسير الآية شهر رمضان الذي أنزل